في تطور هو الأخطر بين قطر وجيرانها الخليجيين. كشف مصدر أمريكي مسؤول الأربعاء أن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية في قطر، وأن الأخيرة حذرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية. وأوضح ذات المصدر أن أمريكا رصدت نشاطا عسكريا قطريا متزايدا وسط التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها. وأضاف المصدر أن قطر وضعت قواتها في أعلى درجات التأهب وسط مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية. وتابع المصدر بالقول أن الجيش القطري استدعى 16 دبابة طراز يوباري من مخازنها في الدوحة. وذكر المصدر أن وزارة الدفاع القطرية بعثت رسالة إلى الحكومات السعودية والإماراتية والبحرينية في 5 يونيو خط مائل إلى الخلف حزيران الجاري، حذرت فيها بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها من هذه الدول الثلاثة. وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا بأن الوضع في قطر لم يؤثر على عمليات الجيش الأمريكي والأمني في قطر.